ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم. اوقات كتير بنكون عايزين نعمل حاجه، نبدا في حاجه، عايزين نغير وضع معين، مش راضيين عن نفسنا، حاسين بالضيق كده ومش عارفين السبب، وعايزين نبدا مش عارفين نبدا منين. انا في رايي انه اهم حاجه نبدا بيها او اهم انجاز ممكن نوصل له، ده اللي هيسهل علينا كل الانجازات اللي جايه وكل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، هو ان احنا نوصل السلام الداخلي مع نفسنا، ان احنا نعرف نفسنا ونبدأ بنفسنا. ليه؟ لان ده بيخلصنا من اعباء كتير، بيهون علينا حاجات كتير، بيخلينا نفهم احنا عايزين ايه، فبالتالي بنبدأ نمشي في السكة اللي احنا عايزينها، لان خلاص احنا فهمنا نفسنا وتمام، الدنيا تمام معانا، فنبدأ بقى نحقق اهدافنا واحدة واحدة. طبعا ان احنا نوصل للسلام الداخلي ده محتاج مجهود ومحتاج تجارب ومحتاج كتير من الحاجات، ومفيش حاجة سهلة. يعني ايا كانت الحاجة اللي احنا عايزين نعملها مفيش حاجة سهلة، فاللي عايز وصفة سحرية مش هيلاقي وصفة سحرية. ولو حد جه قالك انا هديك وصفة سحرية تعمل بيها كذا وتعمل بيها كذا وتعمل بيها كذا، ما تصدقوش، لان مفيش وصفة سحرية. كل حاجة ليها خطوات علشان نوصل ليها، مفيش حاجة بتيجي كده مرة واحدة. نعمل ايه بقى عشان نوصل للسلام الداخلي ده؟ من خلال شوية خطوات مجربة انا استفدت منها بشكل كبير جدا، والكلام ده مش جايباه من كوكب المريخ ولا اي حاجة، ده جاي من خلال خبرة ناس نقلوها لينا، وخبرتنا من المواقف اللي بتحصل معانا طول الحياة وكل الكلام ده. اول حاجة لازم نفهم ونكون واعيين لنفسنا، اللي هو انه دماغنا مش مكب للنفايات. يعني ايه؟ يعني اختاري المواقف اللي تقفي عندها، اختاري المواقف اللي تناقشيها، اختاري النقاشات اللي تدخليها، اختاري كل حاجة بعناية وبوعي. مش كل موقف نقف عنده، مش كل موقف محتاج كلام، في مواقف نعديها مرور الكرام ودي بتبقى مجرد مواقف، وفي مواقف لازم ان احنا نقف عندها، ناخد فيها موقف، ناخد فيها تصرف، ناخد منها الخبرة. وده هيوصلنا للنقطة التانية اللي هي سياسة البلوك أو ثقافة البلوك. ثقافة البلوك من أكتر الثقافات اللي هتريحك، اللي هتخلصك من كل حاجة تعباكي وكل حاجة مضايقاكي. البلوك مش بس للأشخاص، البلوك للأفكار السلبية، للعادات اللي معطلاكي، اللي انت مكتسباها علشان شفت فلان بيعملها او اتربيت على كده او مفيش حاجة اسمها عادات وتقاليد. العادات والتقاليد بتختلف طول الوقت، احنا بنتعود على حاجة، كل حاجة نقدر نغيرها ونتعود على حاجة غيرها. فبلوك للعادات الغلط، بلوك للأفكار السلبية، بلوك للناس اللي بيثقلوا حياتنا واللي بنبذل مجهود كبير جدا 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 عشان خاطر نتعامل معاهم او عشان خاطر نفهمهم ويفهمونا. بلوك لكل حاجه، بلوك للصور اللي بينك وبين الناس اللي انت خلاص طلعتيهم من حياتك، بلوك للشات اللي بينك وبينهم، بلوك لكل حاجه. الفكره دي او الثقافه دي هتخليكي مرتاحه، هتخليكي يعني هتديكي فرصه لان انت تدخلي في حياتك ناس تانية المصلحه بينك وبينهم او العلاقه بينك وبينهم متبادله ومشتركه، مش ناس متعبين او ناس بياخدوا من طاقتك طول الوقت وما بتلاقيش طاقه لحاجات تانية. وما ينفعش تقولي مثلا ما انا هخلي ارقام التليفونات او هخلي الشات او هخلي الذكريات اللي بيني وبينهم ومش هكلمهم ولا هفتحها ولا اي حاجه. لا، لازم احنا بنمسك بيتنا نرتبه ونروقه ونتخلص من النفايات ونتخلص من الكراكيب علشان نحس ان الدنيا هاديه، وعلشان نحس انه احنا ممكن نجيب حاجات تانية احسن وتفيدنا اكتر ونحطها. كذلك دماغنا لازم نفضيه من الافكار السلبيه، من الافكار اللي ملهاش لازمه، من الافكار اللي ما بتخدمش اهدافنا. بلوك 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 بلوك. ثقافه البلوك دي مش سهله، ثقافه البلوك دي خدت مني انا شخصيا سنين وايام يعني، وده بيديكي فرصه لان انت تدخلي ناس جديده في حياتك. انت خلاص عرفتي ايه رغبتك من العلاقات، خلاص ما بقاش ناس كتير 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 في حياتنا ملهمش اي لازمه، بقينا عارفين احنا عايزين ايه. فده كانك كده متكتفه وبتتحرري. وده يوصلنا للنقطه اللي بعد كده، انك تقبلي الاعتذار اللي مش هيجي. اوقات بنبقى مأذيين من ناس او شايلين منهم، او لو عاتبناهم هيدافعوا
او يمكن يهاجموا ويقلبوا الترابيزه علينا. فاقبلي الاعتذار اللي مش هيجي وكانه جه وخلاص اتعاملي. ده مش علشان اللي قدامك خالص، عشان انت ما تثقليش نفسك باي حاجه. انت قاعده مستنيه هيعتذروا، هيتكلموا، هيتصلوا، هيحسوا بغلطهم. المؤذي ما بيحسش بغلطه، ومهما اتكلمتي مش بيحصل، محدش بيتغير غير لو هو فعلا حابب ان هو يتغير. فاقبلي الاعتذار اللي ما جاش. النقطة اللي بعد كده، اخلقي لغة حوار ما بينك وما بين الناس اللي انت بتحبيهم، الناس اللي خلاص بقى دول موجودين في حياتنا وهم دول الناس المهمين في حياتنا واللي احنا عايزين علاقتنا بيهم تتحسن. فنخلق لغة حوار بيننا وبينهم، لان 90% من الخلافات بين الناس علشان مفيش لغة حوار بيننا وبينهم. دايما العلاقات قايمة على سياسة الهجوم والدفاع، فحد بيهاجم او حد بيتهم، بيلقي اتهامات على اللي قدامه، واللي قدامه بيدافع عن نفسه. لازم نتعلم سياسة الحوار، ان احنا نتكلم علشان نقرب وجهات النظر، نسمع علشان نفهم وجهات النظر، مش علشان نرد وعلشان نطلع اللي قدامنا غلطان. لان كل بني ادم ليه وجهة نظره، وكل بني ادم مش شرط ان زي ما انا صح ان انا صح يبقى كل اللي قدامي غلط. انا صح واللي قدامي صح، ووجهات النظر تتقرب والدنيا تبقى تمام. فلغة الحوار مهمة جدا ان احنا نتعلمها في العلاقات، ده هيسهل علينا حاجات كتيرة جدا. حلو ان احنا نعرف نعبر عن احتياجاتنا ونطلب اللي احنا عايزينه من اللي قدامنا. مفيش بني ادم في الدنيا اتخلق عنده اوبشن انه يفهم اللي قدامه من غير ما يتكلم. حته ان انا بفهم اللي قدامي من غير ما يتكلم او ببقى عارفه اللي قدامي ده وهم. اصلا احتياجات الانسان وافكاره بتغير المواقف، بتغير السنين، بتغير الخبرات. فالطبيعي ان انا محتاجه حاجه بطلبها بكل وضوح وصراحه، ما اقعدش استنى ان اللي قدامي يعرف انا عايزه ايه، ولو ما عرفش اهاجمه واقول له ان هو غلطان وان هو مش حاسس بيا وان هو مش مقدر وان هو مش بيفهمني وان كل الكلام اللي بيحصل ده. انا عايز حاجه بطلبها، اللي قدامي هيقدر يعملها لي تمام وحلو جدا، اللي قدامي مش هيقدر يعملها لي كتر الف خيره وبرده تمام وحلو جدا. بلاش النزاع اللي في العلاقات اللي بيخلي العلاقات تقيله وبيخلي الناس مش حابه التعامل مع بعضها. فما فيش حد اتخلق باوبشن ان هو يقرا افكار الناس. فانا عايزه حاجه هطلبها، مش عايزه حاجه خلاص تمام. النقطه اللي بعد كده، وسائل التواصل الاجتماعي من اكتر الحاجات اللي بتعمل تشتيت في الذهن، وتشتيت في المتطلبات، وتشتيت في ان احنا ما نبقاش فاهمين نفسنا، خصوصا في ظل الدربكه اللي احنا عايشين فيها ان صح التعبير. يعني انه حددي اولوياتك واعرفي انت عايزه ايه. اولوياتك بتختلف عن اولويات غيرك، فاولوياتك دي بتاعتك بس، ما تستنيش من اللي قدامك ان هو يهتم بيها بنفس اهتمامك. فهي بتاعتك انت بس، لانها ممكن تكون اولوياتك دي بالنسبه لحد تاني مش اولويه او مش مهمه من الاساس. فاولوياتك انت حدديها علشان لما تفتحي السوشيال ميديا وتتفرجي على حاجه او تشوفي حاجه ما تحسيش بتشتت. مين مننا ما كانش راضي عن نفسه وراضي عن ادائه وراضي عن بيته وشغله وكل الكلام ده، وفجاه لقى فتح السوشيال ميديا لقى نفسه حاسس ان هو ورا جدا والدنيا سابقاه وهو لسه محتاج يبذل مجهود اكتر ومحتاج معرفش يعمل ايه. نفتح هنا نلاقي اعلانات عن اماكن سياحيه، لو ما رحتوهاش خلاص انتوا كده ما عشتوش. عن اكل، لو ما كلتوش الاكله دي خلاص انتوا كده ما كلتوش. لو مش عارف ما لبستوش مش عارف ايه. فاعلانات اعلانات اعلانات اعلانات، ضغط 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 ضغط. فحددي اولوياتك علشان ما تتفرميش في الحياه. حددي انت عايزه ايه. المقارنه قاتله، ما تقارنيش نفسك بحد، لا اقل منك ولا اعلى منك. رحلتك مختلفه، ظروفك مختلفه، اولوياتك مختلفه، معطياتك مختلفه، طريقك مختلف، نتائجك مختلفه، اهدافك مختلفه، كل حاجه مختلفه. فالمقارنه قاتله. سواء لو قارنتي نفسك بحد اقل منك، ده هينزل من عزيمتك ويخليكي اولا بتبصي للي اقل منك بتعالي وشايفه ان انجازك ده يعني محدش عمله في الوجود. ثانيا هيخليكي ممكن ينزل من ادائك وما تبذليش مجهود كفايه في الطريق اللي انت عايزاه. ولما تبصي لحد اعلى منك ده هيخليكي لو ما سيطرتيش على افكارك وعلى دماغك ممكن يوصلك لان انت تستكتري الحاجه على اللي قدامك، او يوصلك لشيء من عدم الرضا عن نفسك وعن ادائك وعن ظروفك. فالمقارنه قاتله، ما تقارنيش نفسك باي حد. اي
حاجة في الوجود نقدر ان احنا نتعلمها، زي ما اتعلمنا العادة دي نقدر نبطلها ونتعلم غيرها. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومفيش حاجة اسمها فات الأوان. أي وقت متاح فيه إن احنا نتعلم أي حاجة، فاتعلموا. من الحاجات المهمة جدا اللي احنا نتعلمها هي إدارة الغضب. الغضب من الأشياء اللي بتدمر الناس وبتدمر النفسيات وبتوقع الناس في غلط مش طبيعي. فان احنا ندير غضبنا ده حاجة حلوة جدا. في النقطة دي انا اتعلمت انه لما اكون متضايقة من حاجة او من موقف او من كلام ما ردش في نفس التوقيت، لان الرد في نفس التوقيت هيخليني اتكلم في حاجات جانبية غير الحاجة او المشكلة الاساسية. فلما استنى ثواني وافكر ثواني هلاقي نفسي برد في الحتة اللي انا على خلاف فيها مع غيري، مش عمالة اجيب من الشمال ومن اليمين علشان انا عندي حالة غضب عايزة افرغها. فان احنا نفكر ثواني قبل ما نرد في حالة الغضب ده هيوفر علينا حاجات كتيرة جدا. الرقم اللي بعد كده مهم جدا، ما تخليش حد يستغلك باسم الأصول، ياخد منك حاجة بسيف الحياء باسم الأصول، يحولك لأداة تنفذ أهدافه باسم الأصول. كتير جدا من الناس بيستخدموا الأصول والمفروض واللازم علشان يستغلوا اللي قدامهم. الحلال بين والحرام بين، فما تخليش حد يستغلك باسم الأصول. اعرفي دورك، اعرفي مهماتك وواجباتك تجاه المحيط اللي انت فيه، واعرفي ايه اللي فضل منك، واللي لو عملتيه ده فضل، ولو ما عملتيهوش ما عليكيش اي عيب ولا هتاخدي اي ذنب. فانتبهي كويس جدا للنقطة دي. الرقم اللي بعد كده، اقرأوا يا جماعة. القراءة هتوسع دماغكم، هتخليكوا ما تخافوش من الناس، هتخلصكم من الرهاب الاجتماعي، هتخليكوا متكلمين، هتخليكوا يعني هتوسع مدارككم وتطرح قضايا جديدة وتطرح أفكار جديدة. القراءة، اقرأوا أي حاجة إن شاء الله، حتى روايات. الروايات ممتعة وفيها أهداف. الروايات مش أي كلام، فيها أهداف وفيها أمور بتعالج من خلال الرواية. فابدأوا بالروايات، هتلاقوا نفسكم بتقرأوا وبتتعلموا وكل حاجة هتتغير. الرياضة من أهم الحاجات اللي لازم تبدأي تعمليها، خصوصا لو انتي خلصتي مرحلة العشرينات ودخلتي في الثلاثينات والأربعينات. دي ما بقتش اوبشن اصلا. الرياضة بقت لازم، مفيش اختيار، انت لازم تمارسي رياضة. الرياضة دماغك ده بتوسعه، بتخليكي مرتاحة، بتروق دماغك، بتعلي صحتك. فانتي كل ما اتقدمتي في العمر، يعني مرحلة العشرينات دي بتبقى مرحلة الهايبرة، الطموح الزايد، السعي والجري في حاجات يمكن مش مهمة. لكن مرحلة الثلاثينات فما فوق لازم تكوني واعية لصحتك ولأكلك ولدماغك علشان تقدري تكملي حياتك بشكل مريح بالنسبة لك. فالقراءة من الحاجات المهمة، والرياضة من الحاجات المهمة جدا، ودي مش رفاهيات أبدا. انت لما تعملي لنفسك حاجة يبقى مردودها عليكي انت بس، دي هتحسسك بالارتياح وهتخليكي تبذلي مجهود للآخرين اللي هم مسؤولياتك، لان انت اهتميتي بنفسك واهتميتي بنفسيتك عن طريق اي حاجة انت بتحبيها. على قد اهتمامك بالامور على قد سيطرتها عليكي. اي حاجة انت بتفكري فيها واخدة حيز من تفكيرك بتلاقي نفسك مش شايفة اي حاجة غير الحاجة دي. فحاولي ان الامور ما تبقاش مسيطرة عليكي، حاولي انت تمشي زمام امورك، خليكي واعية لافكارك وللحاجات اللي انت عايزاها. استبدلي بعض الكلمات اللي انت بتردديها وبتقوليها لنفسك بكلمات تانية تحسسك بالامتنان وتحسسك بالعرفان وتحسسك بالحب تجاه الاشياء اللي انت بتمتلكيها. زي مثلا لو انا
كل يوم شغل، كل يوم ترتيب بيت، كل يوم دوشه، كل يوم مش عارف ايه، بدليها الحمد لله انه في شغل، الحمد لله ان انا عندي صحه اخلص ترتيب بيتي، الحمد لله ان انا عندي شغل يجيب لي اولوياتي وما يخلينيش محتاجه لحد. فكلمه انا بحب اروح شغلي، انا بحب اعمل بيتي، انا بحب اعمل مش عارف ايه، دي هتخليكي تعملي الحاجه بحب بارتياح. لكن لازم اروح الشغل، لازم انزل اجيب طلبات للبيت لحسن التلاجة ما فيهاش حاجه، لازم مش عارف ايه، كل ده بيخليك اللازم دي بتكتفك، بتخليكي انت مش حابه تعملي الحاجه. فلما انت تبدلي الكلام من لازم لبحب، فده هيفرق معاكي كتير جدا. اخر نقطه، اعرفي ان كل حاجه ليها تمن، كل حاجه ليها تمن، مفيش حاجه هتجيلك ببلاش. انت لما بتقومي تعملي كوبايه شاي، بتقومي وتحطي الميه على النار وتحطي الشاي في الكوبايه وهكذا، وتصبي الميه لما تغلي ومعرفش ايه وهكذا، يعني بتبذلي مجهود عشان ابسط حاجه. ما تقتنعيش وما تفكريش ان في حاجه ممكن تجيلك بالساهل. فلو انت عايزه حاجه، اعرفي الثمن بتاعها وشوفي الثمن ده يستاهل، الحاجه دي تستاهل الثمن ده ولا لا. شوفي الحاجه دي، ما تدفعيش اي ثمن في اي حاجه. لو انت عايزه شغل، هتضطري تتنازلي شويه عن المناسبات الاجتماعيه والخروج والرفاهيات ومعرفش ايه علشان وقت الشغل. لو انت عايزه تحسي بالامومه، هتبذلي مجهود كبير في تربيه الولاد وفي الرعايه وفي الضغط اللي بيحصل، خصوصا في مجتمعنا ان كل الناس بتتدخل في تربيه الولاد بشكل غير طبيعي وغير مبرر. فكل حاجه ليها ثمن. فاعرفي الحاجه اللي انت عايزاها وشوفي هي قد الثمن ولا لا. مش اي حاجه نعوزها نقوم جايبينها او نقوم باذلين مجهود علشانها، لانه في حاجات احنا بنبقى عايزينها، بس لما بنوصل لها مش بنحس ان هي كانت تستاهل كل السعي اللي احنا سعينا وراه. بس دي كانت اخر نقطه. وفي النهايه ان شاء الله يا رب اشوفكم محققين كل اهدافكم، محققين كل امنياتكم. الفيديو ممكن يكون طويل شويه، بس انا حطيت فيه كل الكلام من قلبي ليكم، لانه انا حابه كل حد يستفيد باي معلومه، ان شاء الله لو كانت معلومه صغيره، لو حد سمعها واستفاد بيها، فانا برضو مستفاده. ودمتم في رعايه الله، واشوفكم في فيديو جديد وموضوع جديد، ومع السلامه.